الأغاني دي كانت لها تأثير قوي جدا علينا وإحنا على الجبهة، حتى في وقت القتال. طبعا. كان إيه طبعا تأثيرها عليكم، وكان إحساسكم إيه، والفن كان بيلعب دور طبعا. قد إيه مهم في اللحظات دي؟ دايما انا بذكر الشاعر والكاتب الكبير عبد الرحمن الأبنودي. خال. الخال. ما هو صعيدي وانا صعيدي. فالخال عبد الرحمن كان له كشاعر له يعني كالسحر، جنود وظباط بنستناه. وكان ليه حاجه يمكن حضرتك تفتكريها واللي هو مجدي يفتكرها، اللي هي وجوه على الشط. كده كانت مقطوعات وكانت الناس تستناها بفارغ الصبر. من الاعلاميين اللي دايما انا بذكره بكل خير الاستاذ الكبير حمدي الكنيسي. وكان مراسل ما شاء على الله الجبهة. ما شاء الله. لكن ليه برنامج كمان. وكان له برنامجا متميزا وهو صوت المعركة. لا تتخيلي الجندي البسيط والضابط الكبير والضابط نستنى هذه الحلقات والكلمات بتاعت حمدي الكنيسي الإعلامي الكبير. كان يعني في مقتبل العمر ساعتها، ولكن من يومه عظيما. الإعلاميين كلهم لهم تأثير كبير، وحتى الآن الفنانين والإعلاميين. وعشان كده كان هو في حاجة منظومة لازم الناس تفهمها كويس. الشعب المصري الأصيل حينما يتحد، وده المفروض ده القاعدة الطبيعية مع الجيش المصري العظيم، لا توجد قوة في العالم تقف أمامه داخليا أو خارجيا. داخليا أنا بقول ما فيش قوة، لأنه أساسا دي مجموعة يعني أتمنى أن يفيقوا إلى رشدهم ويعودوا إلى حتى الآن ويعودوا إلى حب الأم والشعب المصري. مع الحساب زي ما قالت الإعلامية الجميلة الأستاذة نشوى الحوفي. نشوى الحوفي أستاذ صحفية كبيرة أستاذ نشوى الحوفي. الحقيقة عجبتني في كلامها وبتقول إن احنا اتفضلوا بس لازم العقاب، لأن ما يحدث لازم يكون فيه عقاب ومصالحة. احنا شعب مصري واحد أهلا وسهلا، ولكن لازم اللي اعتدى على الضابط المتقاعد وضربوا 120 طعنة ومثل بجثته وعلقوا في الشجرة بدون ذنب يرتكب، إلا أنه عنده كارنيه ينتمي إلى القوات المسلحة مكتوب فيه النقيب المتقاعد إسماعيل أحمد عيد. وبالمناسبة أبو هذا الشهيد ده من أبطال أكتوبر اللي هو أحمد عيد. حاجة يعني ده لازم ياخدوا عقابهم بالتأكيد. طبعا بالتأكيد لا يستوي الحال إلا بأنه يحدث عقاب لكل من هو أساء في حق الوطن وفي حق شعبه. لا أستطيع أن أغفل أبدا، وعذرا أني لم أكن الحقيقة يعني مصحصحة أن أنا أذكر ده من أول الحلقة. زعيمنا البطل الراحل بطل حرب وبطل سلام أنور السادات، هذا الزعيم الذي شاء القدر أن يغتال بأيدي إرهابيين في يوم انتصاره من أجل أن يخلد لهذا اليوم نصرا وشهادة، فيظل أنور السادات بطل الحرب والسلام الشهيد. سيادة اللواء، يعني ما سر الانتصار؟ يعني إذا كنت بعد 40 سنة وذكر زعيمنا الراحل الكبير أنور السادات وقال سوف تدرس هذه الحرب وسوف في أشهر الأكاديميات، وهي بالفعل بتدرس خطة حرب أكتوبر، ولكن ما هو سر الانتصار في حرب 73 بعد 40 سنة تستطيع أن تقوله الآن؟ هو إن جيت الحقيقة بالمعايير والمقياس الطبيعي، الحرب دي كان من أصعب ما يمكن احنا نكتسب، لأن في هذه الظروف لحضرتك يعني أنا لو رجعنا 40 سنة إمكانيات الدولة المصرية في هذا التوقيت
العسكرية والاقتصادية كانت لا تسمح، لو قارناها بالجانب الإسرائيلي اللي معنوياته عالية، إمكانياته الاقتصادية عالية جدا، إمكانياته العسكرية عالية جدا جدا، تتفوق على إمكانياتنا بكثير جدا. فالطبيعي وبالمقياس الطبيعي إن احنا لا يمكن نتفوق. فكان هذا القرار من أصعب ما يمكن، وخدوا هذا رئيس أنور السادات بحنكة وحكمة ودراسة، وحط استراتيجية رائعة. يعني عرف ازاي ياخد هذا القرار في هذا التوقيت، وكان من أصعب ما يمكن. قدر يعبأ جميع الدول الأفريقية لصالحنا توقف جورانا. الدول العربية عبأها وكانت معانا في هذا التوقيت. القوات المسلحة المصرية رغم ان كان في وقف اطلاق النار في هذا التوقيت وما كانش فيه مواجهة عملية لكن كان هناك تدريب من دائم واستعداد. ما كانش التوقيت معروف، ولكن هو كان حاسب كويس قوي الوقت. الجانب الاقتصادي كان صعب جدا وضعيف جدا، فكان لازم يخش في هذه المعركة في هذا التوقيت معتمدا على الله سبحانه وتعالى وروح الشعب مع الجيش. دي كلمة السر، وتحققت. يعني دي كلمة السر. خلينا نقول انه تخطيط قائد جيد وخير اجناد الارض. هو ده. يعني احنا بنحاول ان احنا نكون معاكم في الاستوديو بذكريات وحوارات عن الآن وعن أمس، ولكن يغلفها السعادة والفرحة من ميدان التحرير والاحتفالات والغناء والسعادة داخل ميدان التحرير. على فكرة احنا على الهواء مرة تانية، وبرحب بضيوف وبننتقل معاكم على الهواء من وقت لآخر مع التحرير. يعني احنا فاتحين هواء مع التحرير، وكنا نتمنى تكون هذه الحلقة داخل ميدان التحرير ونحتفل معهم ومعكم، ولكن احنا بالفعل داخل ميدان التحرير من خلال شاشاتنا وكاميراتنا الموجودة على الهواء مباشرة. ضيوفي الأعزاء، واحنا بنتكلم عن كلمة السر وعظمة انتصارنا، ولكن خلينا نقول ان المشهد النهارده مشهد شوية مقلق. في ضغوط عنيفة جدا بتمارس ضد مصر من بعض الدول الخارجية. كيف ترى هذه الضغوط وكيف ترى مواجهتها من داخل القيادة المصرية الآن؟ مهما حدث من الدول الخارجية سوف لا يثنينا عن العزم. القطار بدأ المسيرة مسيرة نحو التقدم الحقيقي ومسيرة نحو الديمقراطية الحقيقية، ولن يتوقف. وأعتقد كثير من الدول اللي بره دلوقتي غيرت رأيها وبدأت النغمة تختلف كثيرا، لأنه شافوا وأدركوا انه ده مش انقلاب عسكري، ده ثورة عارمة جميلة نظيفة من جميع الشعب المصري بجميع أطيافه. وأنا قلت الكلام ده على فكرة في أحدى المداخلات. معنا 33 مليون مصري يطلعوا من جميع المحافظات والمدن في وقت واحد، من جميع الأعمار، الكبير، الراجل، العجوز، اللي فوق ال70، والشاب، كل فئات الشعب، كل فئات الشعب. يعني أنا يعني أسعدني لما كنت أشوف واحد نزلت يا فندم؟ نزلت طبعا. فين بقى، التحرير ولا الاتحادية؟ نزلت بعصايتي. الاتحادية عشان التحرير ولا الاتحادية؟ الاتحادية عشان قريبة من بيتي. نزلت بعصايتي وكنت حتى يعني طالع من عملية، ولكن ما فاتنيش ان انا اشارك هذه كانت الشعب المصري كله في الشارع. مش عايز اقول انتفاضة، دي ثورة عارمة ورغبة وتأييد من الشعب، من الجيش لشعبه. هو مؤثر. ده دور الجيش، هو دور الجيش سواء كان خارجيا دفاع عن، هو دفاع عن شعبه. الجيش المتكرر. نعم. وسنظل نفعل هذا.
يعني بنقول الاطفال، انا اعجبني عندنا من احفادنا بنت الدكتور ماجد، عندها سنتين. الدكتور ماجد عنده بنت صغيره اسمها هنا، هي حافظه احلف بسماها وترابها وتمسك العلم وترفعه. ادم وكايرا لما بيطلبوا مني وهم عايشين في امريكا، بيطلبوا مني تعرف اجيب لهم ايه الهدايا؟ ازايز الرمل بتاعتهم اللي نسيوها، اللي فيها رمل من سينا. الاطفال، وده اللي احنا بنعلمه. ده رمل سينا ده غالي قوي يا ست. غالي. رمل سينا بالنسبه لنا احنا كمان كعسكريين ما بنبص، ده 120 شهيد، دماء سالت، ولا زالت الشهداء بتقع لغايه دلوقتي. نحن ومستعدين ايضا للتضحيه من اجل سينا ومن اجل اللي عجبني. انا عايزاكم لو حضراتكم شايفين معانا التحرير مقطوع معانا، يعني الصوت على صوت واحد كل الموجودين. الهواء مرة أخرى مع حضراتكم، ولازلنا في هذه الأجواء الاحتفالية، وبنتمنى السلامة لجيشنا الموجود في سينا بيحارب دلوقتي. يعني لازال جيشنا في سينا بيحارب وبيطهر سينا من كل الإرهابيين والبؤر الإرهابية المستوطنة في هذا المكان الطاهر بدماء أبنائنا. يمكن سيادة اللواء هتوقف مع حاجة مهمة جدا، وهي حرب الشائعات. كيف ترى هذه الحرب وتأثيرها على الروح المعنوية للجيش المصري؟ دي يعني بتبقى تحت الحرب النفسية. يعني حرب الشائعات من ضمن الحرب النفسية، من ضمنها من ضمن عناصرها الحرب اللي هي الشائعات. أنا أعتقد إن ده أسلوب رخيص واضح جدا، وكان باين طبعا على سواء التترات او في الاشاعات اللي بتطلع. اسلوب رخيص بيستخدمه بعض الاطراف للتاثير على قوات الجيش المصري. والجيش المصري اقوى من هذه الشائعات. يعني يقول لك الرئيس اركان مش عارف ايه، يقول الوزير ايه، يقولوا الجيش المصري انقلب ايه. ده كل ده كلام اشاعات وضعيفه جدا وساذجه، لان الجيش المصري اقوى بكثير جدا ومؤمن ومطعم ضد هذه الحاجات الصغيره. في جزء بس هستكمل الجزء بتاع اللي هو عبد الحميد خليفه، اللي هو السؤال بتاع المنطقه ومصلحه. احنا المنطقه بصفه عامه او المنطقه اللي حوالين مصر بتتاثر بالمصالح. فالدول الغربيه لها مصالح، الدول العربيه لها مصالح، مصر لها مصلحتها، الجيران حوالينا لهم مصالح. هذه المصالح هي المؤثرة على الموقف العام اللي سيادتك شفتها. فالدول اللي لها مصالح هتتأثر، بتبقى زعلانة ويكون رد فعلها زي ما سيادتك شفتي تركيا وإسرائيل. كيف توصف موقف تركيا أو كيف تفسره؟ هو الموقف بيفسر نفسه. هناك من الجماعات اللي هي جماعة الإخوان المسلمين المتأصلة الموجودة والقوية في تركيا، واللي ماسكة حاليا الحكم، والجماعات في الدول الأخرى المتأثرة بهذا الكلام. وقوع أو التأثير السلبي على الإخوان المسلمين في مصر هو تأثير على الإخوان المسلمين على مستوى العالم كله.
تصل الى حد هذه التصريحات يعني الحقيقه التدخل السافر في شؤون مصر الداخليه وتصريحات يعني الواحد مش قادر يوجد لها وصف. فيها غرابه. هل فعلا كما يقال هناك كان بقى ده بسببه تحطيم المشروع او الحلم التركي في الهيمنه والسيطره، موضوع الخلافه العثمانيه، يعني هل له ربط بالمواضيع دي الحاله اللي وصلت لها تركيا معانا؟ مفاجاه الشعب المصري وخلفه الجيش المصري بهذه القوه كانت مفاجاه غير طبيعيه وغير مدروسه يعني للقوه الخارجيه. مفاجأته بهذا الشكل وسقوط الإخوان بهذا الشكل أثر تأثير سلبي جدا، وحصل نوع من أنواع الخروج عن اللباقة والأصول والدبلوماسية زي ما حضرتك بتقولي، ودي حالة أنا أعتقد أنها مؤقتة. كل ما كان، لأن أنا بدعو وبقول للشعب العالم كله مصر قوية بديمقراطية قوية أفضل بكثير جدا من أن تكون مصر ممزقة وضعيفة. ده لصالح العالم كله، لأن مصر هي قلب العالم ووسط العالم، في رباط ليوم الدين يعني ده كلام قوة مصر في قوتها مش في ضعفها، دايما في قوتها وفي فرحتها وفي انتصارها وفي عزتها وفي وحدة شعبها كأبناء وطن واحد. بنتضامن مع لحظة السعادة ولحظة الانتصار مهمة جدا. يعني الحقيقة أنا لما أتكلم ونقول إن إحنا شعب في رباط وشعب قوي، ولكن أحيانا بتمر بعض الصراعات الداخلية المؤثرة علينا يا سيادة اللواء، هل في سبيل لأن احنا نتوائم؟ يعني ثورة 30 يونيو كانت واحدة من أهم النتائج هي تجميع الشعب المصري مرة أخرى بعد تفرقات عديدة، ولكن استكمال هذه اللمة ازاي؟ هو طبعا كلنا بنأمل انه هذه الغمة تنزاح ويعود الطرف الآخر أو الطرف الثالث اللي كنا بنسميه أو هم اللي كانوا بيسموه زمان إلى الرشد، ويعود إلى حضن الشعب المصري. لأنه في يعني زي ما كلنا شايفين سقطت ورقة التوت، فظهرت جميع الحاجات. ما هو مين اللي شاف سقوط ورقة التوت دي يا سيادة اللواء؟ يعني احنا شايفين من التصريحات اللي خارجة من رابعة يعني بالعكس هم واقفين على موقف واحد وهو ومطالب واحدة، ولا يروا سقوط أي أوراق، بل بالعكس يعني الأمور هل في مسألة انفصال عن واقع ما يحدث في مصر؟ دي قصة تانية خالص. يعني أنا ما أقدرش أقول إنه جميع من هم في رابعة العدوية حتى يؤمنين بهذا. امال قاعدين ليه؟ امال ازاي يعني ايه مش كل اللي موجودين؟ لا انا عايز تفسير لدي يا سياده اللواء، يعني ايه مش كل الموجودين؟ ما هم معتصمين من اجل هذه المطالب. لا في ناس معتصمين ايوه نتيجه لاجر يومي، وده انا سمعته من ناس كثيره جدا وناس كثيره اكدته، والناس حتى بتوع اللي اتمسكوا في عابدين امبارح 2 اتوبيس اتمسكوا واعترفوا لاهالي عابدين الابطال انه واخدين فلوس وجايين والنبي سيبونا علشان احنا ملناش في الحدوته دي، واحنا فلا تحكمي على هذه الاعداد. احنا ما بنقول الحشود والاعداد، يعني انا ما بقول ان القوات المسلحه احنا يعني كالبنيان المرصود، نحترم قادتنا ونجل قادتنا، ونحن وراء السيد الفريق الأول عبد الفتاح السيسي والسيد الفريق صبحي صدقي صبحي الأبطال، وبذكرها من هذه القناة إنهم أبطال ونحن وراءهم كضباط متقاعدين بالألوفات مستعدين لتكلفنا بأي مهمة، مش للقتل ولكن لو وصل وان قتلوكم فقاتلوا، وده مش عايزينه، لأن بيصعب علينا أيضا ويعز علينا دماء الإخوان المسلمين، لأن منهم الأبرياء
ومنهم اللي جواه يعني غير راضي عن هذه التصرفات. اما الناس الحاجات اللي في السينا والتصريحات زي احد قاده الاخوان لما بيقول لك رجعوا لنا مرسي واحنا نوقف العمليات في سينا. لا، سينا انا تلقيت الكثير من المكالمات، وبعض الاولاد بتوعنا يعرفهم اللي هو مجدي اللي كانوا معانا في الاستنزاف وفي خلف خطوط، زي عبد الله مصطفى وحمد ابو الحمد سيد احمد وعبد الرؤوف جمعه كريم ومحمد عبد الرحمن والتميمي، وكثير منهم بيقولوا لنا ما تجيبوا لنا تصديق من سياده الفريق اول السيسي واحنا نروح نطهر سينا وخلي الجيش، لان دي مسائل احنا عارفين المدقات وعارفين لان ده لا يزعجنا. وانا بطمن الشعب المصري ان دي يعني سحابه وسوف تزول. خليني قبل سريعا ما نطلع الفاصل، في ذكرى العاشر من رمضان قال سيادة رئيس الجمهورية المؤقت سيادة المستشار عدلي منصور إن إطار العدالة والمصالحة يتجه للجميع دون استثناء أو إقصاء، مشيرا إلى أن الشعب والجيش قاد حرب الاستنزاف بعد أيام من الهزيمة وحققوا نصرا أسطوريا في 73. دي كانت كلمة سيادة الرئيس المؤقت. والحقيقة احنا بنتمنى الوحدة للشعب المصري، نتمنى السلامة لأهل مصر، ونتمنى دايما يشعروا بالأمان والاطمئنان على حياتهم وعلى مكتسبات ثورة 30 يونيو. وإن شاء الله مكملين وهنطلع للمستقبل بسرعة الصاروخ مع شعب جميل واحتفالات رائعة في التحرير. بشكر ضيوفي جدا اللي نورونا النهاردة، وكل سنة وكل الشعب المصري في انتصار وسعادة وأمان. تصبح على خير.